الحريرية المغربية هو ده الدفى في الشتاء. مفيدة جدا، بتدفي جدا، حلوة جدا. شوفوا مكوناتها ايه، هتعرف ان هي فعلا مفيدة وطعمها حلو. نشويات، بروتينات، كل حاجة، خضار، كل حاجة هتتلاقيها موجودة في الطبق ده. تصدقي ان الطبق ده مجمع حاجات كتير جدا، مكونات كتير جدا في طبق واحد. يعني ده وجبة كاملة تاكليه كده من غير اي حاجة، وجبة كاملة متكاملة، نشويات وبقوليات وبروتين وخضار. يعني ما شاء الله طبق كامل متكامل. شوفي اللحمة فيه مستوية جدا. نشوف بقى المكونات معانا. مش دي المكونات بس، استنى معايا عشان تاخدي سكرين شوت ما احط المكونات كلها. بس هو الاساس فيه لحمة وجزر وفول مدشوش وحمص. دي بقت المكونات، هاخدها سكرين شوت. هي الطماطم وبصل وبطاطس وجزر وكمان بقدونس وكرفس، بس انا ما عنديش كرفس فاستكفيت بالبقدونس بس، واللحمه. وجبت بصلتين كده حلوين وحطيتهم، قطعتهم مكعبات وحطيتهم على اللحمه. وبعد كده هنغسل الحمص وهصفيه، تمام، وهحطه. محدش يقول لي ما نقعتهوش ليه، إيه كان يتنقعش وبعد كده يتحط. لا، اللحمه بتاخد وقت، هو هياخد وقت مع اللحمه، فالاتنين هيستووا مع بعض. ماشي. هغسل برضو الفول المدشوش، نفس الحكايه. وبعد كده هصفيه، وبعد كده ما اصفيه هحط برضو عليهم. هحط كل ده في قلب الحله، هيستوى كله مع بعض، مفيش اي مشكله. حط عليه الميه. وبعد كده هنحط الحاجات دي، قشرتها بس وحطيتها. كل ده هيستوي يا جماعة وهيتفرم، فمفيش أي مشكلة. هنحط الجزر والبطاطس، وهنحط البقدونس، وهنحط الطماطم المعصورة. عندك صلصة طماطم حطيها، بس أنا عايزة المكونات كلها مفيدة ومن البيت، مش عايزة أي حاجة فيها مواد حافظة. إيه خلاص، حطيته على النار، استوى، كل حاجة استوت. دماغ كل حاجة استوت، حطيتها كده. هجيب كمان علشان يتقلوا كده ويتخنوا ويطعموا، هجيب برضو الشعرية وعليها سمنة وعليها زيت بالمنظر ده، وهحمرها. تمام. هطلع بقى ايه من الحلة اللحمة، وهفرم كله، لا اما بالهاند بلندر، لا اما تسيبيه لما يستريح شوية. طبعا انا حمرت الشعرية، هحطها على جنب، وهعمل زي ما انا قلت لكم. هطلع اللحمة الاول وكل الحاجات دي، لا اما في الحلة بالظبط زي ما هي كده وتفرميها. طيب ما فيش عندك هاند بلندر، هتعملي ايه؟ هتسيبيه يبرد شوية علشان الخلاط طبعا غلط لما تحط فيه حاجة سخنة، لازم يبرد. وبعد كده هتقومي حطها تتفرم في الخلاط. ممكن تحطها سخنة وتحط عليها مية سقعانة، فده مع ده هتبقى دافيانة، فمش هيجرى حاجة للخلاط. تمام. حطيت شوية عصير طماطم كده، وحطيت كل المكونات تتفرم في الخلاط بالمنظر ده. طبعا مش هتفرمي اللحمة معاهم، لا، انت بتحطي بس الحاجات اللي عندنا سويناها، الحمص والمكونات كلها، الفول المدشوش والبصل والجزر والبطاطس، كل الحاجات دي بحطها بتتفرم. خلصت الكمية كلها كده، هبدأ بقى احط عليها البهارات. انا ما حطيتش البهارات في الاول، لا انا حطيتها في الاخر علشان عايزة ريحتها والطعم يبقى طالع كده جميل قوي. ملح، باربيكيو، حطيت كركم طبعا، زي ما انت عايزة في البهارات حطيها. حطيت كمان بقدونس برضو، وحطيت معايا الشعرية اللي انا حمرتها. انا صفيت من عليها الزيت كده وحطيتها. انا عايزة كله صح، انا عايزة بس ان هي تاخد كده لون. وكمان كده يا جماعة، لو حطيتها نية، لو كنت حطيتها نية كانت ممكن تلزق معايا تحت وبرضو تفك وتبقاش حلوة قوي. لكن لما تحمليها محمرة بصراحة بتدي طعم روعة، وكمان بتبقى سمكها معاكي وشكلها موجود، وبتبقى زهرة، وبطعمها بيبقى حلو. صدقيني جربها بطريقتي دي هتلاقيها جميلة جدا. شوفي السمك، شوفي التقل بتاعها، لا ما شاء الله جميلة جدا. الحرارية بطريقتي حلوة قوي، جربيها. شوفي اللحمة مستوية جدا، شوفي دايبة معايا خالص ازاي، حلو جدا ومفيد جدا.
والتوابل اللي أنا حطيتها والملح طبعًا مدّيين ريحة وطعم جميل جدًا. إن شاء الله في صندوق الوصف هاكتب لكم كل حاجة في الحرارية علشان ما تنسوش أي حاجة وأنتم بتطبخوها. شوفي دايبة، دايبة طعمها حلو أوي اللحمة، جرّبيها وعلى ضمانتي كلّها مفيدة جدًا، جدًا، وشكرًا ليكم والسلام عليكم.